وما زال موضوع الأطفال الصغار في المساجد مشكلة نتحدث عنها كل عام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم. رسول الله على المنبر صلى الله عليه وسلم يخطب، فأتى الحسن والحسين ابن ابنته ابن فاطمة، أتيا وعليهما ثوبان أحمران يمشيان ويعثران بين الناس، يمشيان ويعثران. يقول أنس: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر وأخذ الحسن والحسين بين ذراعيه، ثم صعد إلى المنبر وهو يقول: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يقول النبي: لما رأيتهما يمشيان ويعثران لم أصبر حتى نزلت فأخذتهما. لماذا فعل رسول الله ذلك؟ لماذا قطع رسول الله خطبته وهو يخطب على المنبر فنزل كي يأخذ الحسن والحسين كي لا يؤذيان المصلين، كي لا يؤذيان الناس، مع أنهما لم يكونا في الصلاة وقتئذ، إنما النبي كان يخطب. ورغم ذلك نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهما. وما زلت أذكر فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وقد سمعتها والله بأذني. لو أحد أخبرني بها ما كنت قد صدقت، لأن الشيخ ابن باز يشدد كثيرا على صلاة الجماعة. كاد أن يقول: الذي يصلي في البيت لا صلاة له. الذي يصلي، هناك رأي لأحد الفقهاء يقول فيه: المصلي في البيت لا صلاة له، أي صلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هممت أن يقام للصلاة فأخلف في المصلين رجلا يؤم الناس، ثم أخلف إلى أناس تركوا صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، يحرق عليهم بيوتهم. لماذا؟ لأنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة. وهناك رأي آخر يقول: لا، صلاة البيت يعتد بها، غير أن صلاة الجماعة أفضل في الأجر، كما قال النبي: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفز، أي الفرد، ب27 درجة. لماذا أفتى الشيخ ابن باز عندما أتى إليه أحد الناس وقال له: يا شيخ، عندي ولد صغير لا يوجد في البيت إلا أنا وهو، أمه تكون في العمل غير موجودة، أنا وهو في البيت، إن تركته في البيت وحده قد يضر نفسه، يؤذي نفسه، وإن أخذته معي إلى المسجد سوف يشوشر على المصلين، يحدث ضوضاء على المصلين. ماذا قال له الشيخ ابن باز؟ قال له: صلي أنت في البيت، صلي معه في البيت، لا تحضر إلى صلاة الجماعة حتى لا يشوشر ولدك، حتى لا يحدث ولدك ضوضاء ويشوش على المصلين في صلاتهم. يقول الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا. لو أن أحد الأطفال، أحد الناس من الآباء ذاهب إلى بيت وزير أو بيت غفير أو بيت عسكري أو بيت ضابط شرطة، هل سيأخذ معه الطفل الصغير
هل سيأخذ معه الطفل الصغير إلى ذلك البيت؟ كلا. لماذا؟ احتراما وتوقيرا لصاحب البيت. فما بالنا لا نوقر الرب جل في علاه؟ فما بالنا لا نوقر ربنا؟ يقول أنس بن مالك، قد يعترض بعض الناس بهذا الحديث، يقول أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل صفوف الرجال أولها، ثم صفوف الأطفال أو الصبيان، ثم صفوف النساء. أقول: هل أطفالنا وصبياننا مثل صبيان أصحاب رسول الله؟ مثل صبيان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد حديث سن، قاد الجيش وهو ابن 18 عاما، وقيل 16 عاما، أبناء وأطفال رباهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أطفالنا وصبياننا ما عاد الآباء يربون، إنما قنوات التلفاز هي التي تربي، شاشات التلفاز هي التي تربي، قنوات اليوتيوب هي التي تربي، القنوات الهابطة والمسلسلات الساقطة هي التي تربي في زماننا. ما عاد الآباء يربون. نعم، أعود وأقول: فما لكم لا ترجون لله وقارا؟ إن أمكن أن يوضع الأطفال أو الصبيان على يسار الصفوف بجانب الكبار حتى لا يحدثون ضوضاء ولا إزعاج فبها ونعمة، كي لا تحدث الضوضاء. وإن أمكن أن يوضعوا في آخر الصفوف على أن يكون صفا من الرجال خلفهم يرعونهم حتى لا يحدثون ضوضاء فبها ونعمة. وأقول: ولي الأمر إن علم وهو في البيت أن ولده إن ذهب إلى المسجد سيحدث ضوضاء، يتحمل والله الوزر والإثم أمام الله جل وعلا. إن علم أنه سيؤذي المصلين ورغم ذلك سمح له بالخروج إلى المسجد سيتحمل وزرا أمام الله جل في علاه. فالله عز وجل يقول: كلكم راع، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.